لان هو سؤال بقى ايه يعني كريتيكال جدا. حضرتك ليه مش عامل ليزك؟ السؤال ده يعني سألته اكتر من 1000 مرة. اكيد عدى في العيادة. احنا كلنا لازم نسأل السؤال ده. انا واحد من الناس اللي هم سمك القرنية عندهم قليل، يعني تستغرب اول واحد قاعد على جهاز جرب في نفسي يا جماعة البنتا كاما والكورنال توموجرافي شفته وعرفت ان السمك عندي قليل. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيكم. احنا سعداء بوجود حضرتك معانا في اول حلقه من بودكاست في العياده. كل الناس يعني تعرف ان حضرتك قيمه وقامه طبيه عظيمه، بس انا حابب ان احنا نتعرف عليك وحضرتك اللي تقول لنا مين هو دكتور عبد الرحمن السباعي. دكتور عبد الرحمن السباعي استاذ طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه المنوفيه. سابقا كنت رئيس القسم ثم وكيل كليه الطب جامعه المنوفيه ثم عميد كليه الطب يعني البيرمننت بوزيشن هي استاذ طب وجراحه العيون جامعه المنوفيه. اهلا بحضرتك، نورتنا. احنا يعني انا هدخل في الموضوع على طول، بس سؤال حرج يعني، هل انا محتاج واسطه عشان اخش اكشف عندك؟ لا خالص. احنا ما بنكلمهم بيبقى بالاسابيع. لا خالص، الموضوع مش محتاج واسطه ولا حاجه، هو بس فيه الوقت متحدد شويه، ان انا بروح العياده يومين في الاسبوع، فده بيضيق وقت العياده شويه. بقيه ايام الاسبوع موجود في المركز اللي هو مركز طيبة للعيون. لكن أنا برضو تحت أمر الناس دايما في الطوارئ، يعني لو في حالة طارئة ما بتأخرش أبدا، ولما بتكون حالة طارئة بيجي لي مكان منها. يعني أنا لو في العيادة بدون حجز بدون حاجة لازم بدخله، لو في المركز بشوفه، فالطوارئ ما بقدرش أتأخر عنه، بس بشرط أنها بتكون حالة طوارئ فعلا. عظيم. أنا عارف إن مركز طيبة يعتبر من أكبر وحدات الإبصار في المنوفية. حابب إن أنا أسمع من حضرتك مركز طيبة بدأ إزاي، وإيه التخصصات اللي بتتعالج فيه دلوقتي، وإنتوا بتعملوا إيه في المركز؟ مركز طيبة كانت البداية ان هو مركز مخصص لإجراء العمليات ومرخص لإجراء العمليات، لكن الموضوع مع الوقت زاد في الحجم وزاد في التخصصات وزاد في الكوادر اللي شغالة فيه، فأصبح مركز طيبة من المراكز المميزة جدا على مستوى الجمهورية في تقديم خدمة طب وجراحة العيون، سواء من ناحية التشخيص أو من ناحية العلاج أو من ناحية العمليات الجراحية. برضو المركز بيتميز بأن هو فيه كوادر طبية معظمها أساتذة في كلية الطب جامعة المنوفية في التخصصات المختلفة، يعني فيه استشاري قرنية أو أستاذ متخصص في القرنية، استشاري في الشبكية 2 أكتر من 2 في الشبكية، فيه جراحة تجميل العيون، طبعا المية البيضاء. طبعا المركز برضو هو واحد من المراكز المميزة جدا في خدمة تصحيح الإبصار، بحيث ان احنا من المراكز القليلة في مستوى الجمهورية اللي عندنا الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل والالترا ليزك وجميع انواع الجراحات الخاصه بتصحيح الابصار وزرع العدسات اللي هي العدسات اللاصقه داخل العين لعلاج قصر النظر الشديد والحالات اللي هي ما بينفعش فيها الليزك او العمليات دي. حلو جدا. احنا كده ممكن نبدأ نتكلم عن تصحيح الإبصار. المشكلة اللي عند كل الناس في فهم ما هي الفروق ما بين العمليات وأنواعها، وفي فيمتو ليزك، فيمتو سمايل، ليزر سطحي وحاجات زي دي. يعني أنا عايز أفهم إيه الفروق اللي ما بين العمليات دي، أنا كعيان أختار بنفسي ولا حضرتك بتختار لي؟ يعني كلمني أكتر عن الفروق. هو طبعا كلمة تصحيح إبصار معروف إن احنا بنعمل عملية بحيث إن احنا الغرض الأساسي إن احنا نستغنى عن النظارة. العمليات في عمليات مختلفة لكن الفكرة واحدة. في 90% من العمليات فكرتها ان احنا بنغير من درجة تحدب القرنية ايا كان التكنيك اللي هنعمله عشان يصلح العيوب اللي هي موجودة، اللي هو بنسموه الانحراف الابصار اللي موجود، سواء قصر نظر او طول نظر او استجماتيزم. في العملية دي لها شروط، الشروط دي معظمها موجودة في القرنية، وبرضو في شروط في المقاس نفسه. يعني مثلا المقاسات اللي هي أكتر من -9 و-10، المقاسات دي مش مناسبة أبدا لتصحيح الإبصار، دي محتاجة زرع عدسات. يبقى احنا لو المقاس عالي قوي يبقى ده ماشي في سكة زرع العدسات. طيب لو المقاس أقل من 9 و10 ممكن يكون مناسب أو غير مناسب بناء على العملية بتتم في القرنية. فالقرنية لها مواصفات. عندنا طبعا الأجهزة اللي هي أجهزة رسم القرنية بتفحص القرنية، بتقيس سمك القرنية، بتقيس التحدب بتاع القرنية، فمن خلالها نقول الحالة دي مناسبة أو غير مناسبة. يعني ممكن المريض يبقى مقاسه مناسب لكن قرنيته غير مناسبة، في الحالة دي نبدأ نفكر له في موضوع زرع العدسات. وبرضه زرع العدسات لها شروط، فهل العين مناسبة أو لا. بناء على الكلام ده يبقى في مريض ممكن ما يكونش فيه ولا وسيلة مناسبة له،
ويعني دي خلاص دي هزلك كده، ده حظه كده يعني. ده هو كان السؤال اللي عليه دور اصلا معايا، ليه ممكن شخص ما ينفعش يعمل ليزك؟ فاحنا كده جاوبناه، ان في سمك القرنيه، سمك والتضاريس والكلام ده. طيب هنقل معاك على السؤال اللي بعده. ايه السن المناسب لعمليه تصحيح الابصار؟ السن المناسب لعمليه تصحيح الابصار هو عالميا يعني ابتداء من 18 لحد 21. في دول او في جمعيات طبيه تقول 18 سنه، في جمعيات تانية برضو طبيه تقول 20 او 21 سنه. وعموما هو كل ما كان متاخر شويه كل ما كان احسن، يعني ابتداء من فوق ال20 ده يعتبر احسن. يعني 18 انا بعتبرها بدري شويه. طب ماكسيمم المفروض ان انا ما اعديش؟ هي الماكسيمم ملهاش ماكسيمم محدد قوي، لان ابتداء من 20 لحد 40 ده مناسب لكل الناس. بعد ال40 بيكون المريض له اختيار انه يعمل العمليه، والعمليه يا اما هتصحح له طول المسافات البعيده بس ويلبس نظاره للقراءه، او في عمليات تصلح المسافات البعيده والمسافات القريبه بس ليها مواصفات وليها ليميتيشنز شويه او تحديد شويه. بنناقش الكلام ده مع اللي هيعمل العمليه، وهو حسب اختياره يا يرغب في المواصفات دي يا ما يرغبش. إذن السن الأقصى مفتوح شوية، ممكن بعد 45 50، وحسب برضو درجة قصر النظر اللي عنده أو الاستجماتيزم أو كده. بنسمع عن ناس عملت العملية وبعد وقت يعني سنة 2 3 أو أكتر رجعوا يلبسوا النضارة تاني. ليه؟ الرجوع أو الاحتياج للبس النضارة تاني عادة بيكون في المقاسات اللي هي من الأساس مقاس عالي، يعني قصر نظر معمول لدرجة عالية ناقص 8 ناقص 7. المقاسات دي العين دايما بتفضل تقل كل سنة ربع درجة نص درجة، فبتجمع بقى بعد 3-4 سنين تلاقي جمعت درجة ونص ولا حاجة، تلاقيه مضطر يلبسها. فده بنسبة كبيرة هو خاصية قصر النظر، هي المشكلة في قصر النظر. السؤال بقى يعني عايزين نجيب بيه النهاية، هل في علاج نهائي لجفاف العين؟ وده بيتم ازاي لو فيه؟ جفاف العين لازم نعترف ان هو مرض مزمن، يعني جفاف العين مش حالة حادة وهتنتهي. جفاف العين مرض مزمن، وبناء عليه لازم يعني استراتيجيتنا في العلاج تبقى مبنية على القاعدة دي، ان انت بتتعالج مع حاجة مزمنة. لكن في حاجات جديدة بتساعد في ان العلاج. كان الاول علاج جفاف العين معظم الحالات يعني هي القطرات المرطبة بس، ماشي. دلوقتي في أجهزة جديدة دخلت في العلاج يعني، فدي بتساعد في العلاج جفاف العين، بحيث ان هو المريض ممكن يقل اعتماده على قطرات الترطيب، ممكن يقل العدد بتاعها، ممكن لفترات طويلة ممكن يستغنى عن القطرات. بس برضو العلاجات دي علاجات بتتكرر أو تحتاج تتكرر، لأن زي ما قلت لحضرتك هو مرض مزمن. فالعلاج زي مثلا عندنا جهاز جديد في مركز طيبة اسمه الميبو فلو، دي ممكن يتكرر ان هو يحتاج مثلا جلستين كل سنة. بتساعد قوي في العلاج. انا على مدار السنه دي ما بحتاجش القطرات زي الاول، ما بحتاجش يعني. او احتاج قليل، ما بعانيش من جفاف العين قوي من الجفاف. عظيم جدا. انا نظري ضعيف ومكبر مخي ما بلبسش نظاره، ايه اللي ممكن يحصل لي؟ ممكن يحصل حاجات كتيره مش كويسه. اول حاجه ان انت بتعيش حياه فيها نوع من المعاناه، يعني كون ان انا نظر ضعيف ومش لابس نظاره دايما بحاول يعني زي ما تقول ازر على عينيه، فازر على عينيه دي عشان اشوف كويس اشوف احسن، بتساعد شويه. فده بيعمل صداع، يبقى انا عندي سبب للصداع انا مش عارفه، لكن هو ده السبب فيه. الحاجه الثانيه الحياه نفسها، درجه جوده الرؤيه واستقبالك للحياه كلها استقبال مشوش ما هوش دقيق. الحاجة الثالثة برضو عدم لبس النظارة لو كان المقاس عالي، زي مثلا واحد عنده قصر نظر شديد، ده بيساعد على انه ممكن يدخله في انفصال، في حاجات مضاعفات. لو العين مستريحة ما يحصلش المضاعفات دي. طيب انا عايز اتكلم بقى عن المية الزرقاء والمية البيضاء، الفروق ما بينهم واعراضهم وكيفية علاجهم، لان دول حاجة منتشرة جدا، وانا على ما اسمع ان المية الزرقاء هي اخطر بكتير على العين من المية البيضاء. تمام. المية البيضاء والمية الزرقاء طبعا من الامراض الشهيرة جدا في العين والامراض المنتشرة والكتيرة. المية البيضاء هي معناها عتامة في عدسة العين، والنوع الاكثر شيوعا اللي هو النوع اللي بيحصل في السن الكبير. بعد سن 50 نسبة كبيرة من الناس بيجي لها عتامة في عدسة العين، ويبدأ يشتكي ضبابة في النظر، وان نظره بدأ يضعف، لو ماشي
الكشف الشمسي يبقى فيه زغلله جامده بنكشف عليه بنلاقي ان فعلا العدسه العين بدات تعتم. فده بيحتاج، دي حاجه يعني سهله في علاجها وفي تطور شديد جدا في علاجها. الملخص العلاج ان احنا بنشيل العتامه وبنزرع عدسه مكانها، ومن هنا بقى يجي الاختلاف بتاع انت عايز تزرع عدسه احاديه البؤره ولا متعدده البؤره، والتطور الشديد في النقطه دي. ده بالنسبة للمية البيضاء. طب ايه هي المية الزرقاء؟ المية الزرقاء يجمعهم مع بعض كلمة مية بس، انما هو ده موضوع تاني خالص. المية الزرقاء ملخصها ان العين فيها ارتفاع في ضغط العين، يعني العين لها ضغط معين بيتراوح من 10 ل 20 مليمتر زئبقي، لو وسببه انه فيه تناسق ما بين السائل اللي موجود داخل العين، الافراز والاخراج بتاعه، لو حصل لخبطة بين نسبة الافراز والاخراج يبدأ ضغط العين يعلى. ضغط العين لما يعلى يضغط على الشبكية ويضغط على العصب البصري، ولو الضغط ده استمر لفترة طويلة والمريض مش واخد باله بيحصل حاجة اسمها ضمور في خلايا الشبكية وضمور في خلايا العصب البصري، والضمور هنا بيبقى ضمور منتهي، يعني ما ينفعش تاني يرجع، اللي راح ما بيرجعش في خلايا الشبكية والعصب البصري. يبدأ فعلا لو المريض ما اكتشفش الحكاية دي بدري ممكن يجي في مرحلة متأخرة قوي وبيبقى صعب جدا علاجها، انما لو اكتشفت بدري بيبقى فيه يعني فرص العلاج كويسه جدا. طب ايه علامات الخطر اللي انا المفروض احس بيها ان انا عندي ميه زرقاء؟ في نوعين من الميه الزرقاء. في نوع للاسف الشديد ما يجيش الا بالكشف الدوري على العين لانه ملوش اعراض، ما بيعملش صداع، ما بيعملش زغلله غير في المراحل النهائيه قوي، فده المفروض يجي بالكشف الدوري على العين. المفروض ان اي واحد سنه فوق ال40 سنه المفروض يكشف على عينه حتى لو بيشوف 6/6. ماشي، دي معلومه مهمه. دي مهمه قوي. ده عشان يكتشف النوع اللي هو بنسموه سارق البصر، النوع اللي ما فيش اعراض. في نوع تاني بقى اللي اسمه زاويه العين بتكون ضيقه، وده بيجي دايما في نوبات ارتفاع في ضغط العين ويجي بألم وصداع فالمريض غصب عنه لازم هيروح يكشف، وده بنعرفه انه نقول له انت عندك ميه زرقاء حاده. ولكن النوع الاخطر النوع اللي هو ملوش اعراض ده، وده الطريقه الوحيده هي الكشف الدوري. يعني انت حضرتك فيها معناه ان انت بتنصح ان المفروض يبقى فيه كشف دوري على العين سواء انا نظري مظبوط او لا، حتى لو بشوف 6/6. والكشف الدوري ده يكون كل قد ايه؟ ان شاء الله يكون كل 5 سنين مره. هو وانس ان انا كشفت مره ولقيت وقالوا لي ان عيني كويسه، غالبا معدل ان يحصل بقى الحكايه دي قليل قوي، فيبقى على الاقل كل 5 سنين. لكن في حاجة تانية اسمها عوامل خطورة، الناس اللي عندها سكر، الناس اللي عندها ضغط، الناس اللي عندها أمراض مزمنة تانية بتاخد لها أدوية، دي المفروض يكشف كل سنة. طيب أنا عارف إن الكارير بتاع حضرتك كبير وبقالك سنين في المجال، بس أنا عايز يعني أفتكر معاك كده أكتر حالة صعبة ممكن تكون عدت عليك وأنت بتنساهاش على مر السنين دي كلها. والله هو نفس الموقف، السؤال اللي انت سألته قبل كده، ايه هي يعني الموقف الصعب اللي احنا بنبقى مش قادرين نتكلم فيه، اللي هو ان يجي لي مريض بحالة متأخرة قوي، زي مثلا مريض اكتشفنا ان عنده مية زرقاء في مرحلة متأخرة جدا، العصب البصري بتاعه حصل فيه ضمور بنسبة مثلا 95%، وممكن يكون فقد النظر في عين والعين التانية فاضل فيها 5%. الناس دي خلاص انت مكبل، ايدك مكبله. المواقف دي فعلا هي الطب ما بيقدرش الحاجات اللي بقول لك منتهيه، اللي هي انت جاي بعد الدنيا كلها ما فقدت كل فرص العلاج. واحد مثلا جاي بضمور في عصب البصري، واحد جاي فيه امراض وراثيه او خلقيه، وساعات تلاقيها منتشره برضه في عيله كامله، تلاقي مثلا واحد عنده اولاده كلهم عندهم حاجه اسمها عشا ليلي، مرض في الشبكيه، وجايين في مرحله بقى العصب البصري تعبان والشبكيه تعبانه وانت مش قادر تعمل. دي المواقف اللي انت المريض يفضل يقول لك طب هعمل ايه يا دكتور، طب اعمل ايه، طب انت تدور تلف وتدور عليه، مش عايز تصدمه بان في مشكله ملهاش حل، وفي نفس الوقت هو ممكن يكون راح لكتير من الدكاتره قبل منك وعارف انه سمع الكلام اللي انا بيتعلق باي امل، ممكن بيتعلق باي امل، وخاصه لو سمع عن واحد دكتور فلان ده كويس، طب نروح نشوف، مع انه كشف على 20 مره قبل كده. هي دي يعني اصعب مواقف بالنسبه لنا كاطباء عيون، هي حته المريض اللي هو ملوش حل. طب على العكس بقى، أنا عايز أعرف إيه أكتر موقف طريف ممكن يكون بيعدي عليك في العيادة بشكل متكرر، أو يعني حالة دايما بيجيلك؟ المواقف الطريفة أو الساعات المبهجة بقى في الكارير ده كتير، اللي هو مثلا مريض مية بيضاء جاي لك في مرحلة متأخرة أوي، إن هو ما كانش بيشوف خالص وعامل عملية، وتاني يوم
يعني ممكن يكون بقاله 5-6 سنين عينه دي ما بيشوفش النور، وفجأة مجرد انك عملت العملية وشلت الغطا بقى بيشوف الدنيا وبتاع. ممكن ما كانش يعرف ان هو يقدر يشوف تاني اصلا يعني ما كانش متخيل ان هو عنده حل لمشكلته. وخاصة الناس الكبار قوي في السن واللي في الريف وكده بيبقى متخيل خلاص انا كبرت في السن وانا ده الطبيعي ان انا ابقى مش شايف او كده. لما يجي ونقول له لا ده انت ليك عملية ويعمل عملية فعلا، وفجأة بقى تاني يوم الصبح بتشيل له الغطا، لا الدنيا فلان ازيك وكده، ممكن يكون ما بيشوف ابنه ده لأول مرة بقاله 5 سنين ما شافش وشه او كده. فدي المواقف اللي هي فعلا يعني مبهجة في الكارير ده. انت من الدكاترة النادرين في المجال اللي ربنا محبب فيك خلقه، يعني دكتور عبد الرحمن سيرته دايما سابقاه. عشان كده انا عايز قبل ما اختم اخد من حضرتك يعني رسالة ممكن تقولها للناس اللي بتثق في دكتور عبد الرحمن وبتتابعه دايما وعدت عليه قبل كده في العيادة. كنصيحة عامة من طبيب عيون هي أهمية الكشف الدوري على العين. الناس بتوع السكر لازم يكشف على عينيه بعد يعني من بداية حدوث السكر عنده او علاجه من السكر، وانس ان مر عليه 5 سنين لازم يكشف على عينيه حتى لو بيشوف 6/6. يبقى الناس بتوع السكر دولت، لان احنا لما بيجي لنا في مرحله متاخره احنا نفسنا بنبقى يعني حزين عليه بصراحه، لانه برضو زي ما اقول لك ان هو ده دخل في المجموعه اللي هي انت وصلت نفسك لمرحله اللي هي لا عوده. فالعودة موجودة لو انت كشفت بدري. فالكشف المبكر بالنسبة لمريض السكر مهم جدا. الكشف الدوري للناس السليمة اللي هي صحتها يعني زي ما بيقولوا بومب، برضو اكشف على عينيك كشف دوري ان شاء الله يكون مرة كل 5 سنين، حتى يبقى لها اثر طيب جدا وهيبقى وقاية من حاجات كتير. انا السؤال اللي عندي ده انا ركنته للاخر عشان اساله، لان هو سؤال بقى ايه يعني كريتيكال جدا. حضرتك ليه مش عامل ليزك؟ السؤال ده يعني سألته أكتر من 1000 مرة. أكيد عدى من العيادة. أنا كلنا لازم نسأل السؤال ده. أنا واحد من الناس اللي هم سمك القرنية عندهم قليل، يعني تستغرب أوي. تستغرب الحكاية دي. حضرتك أقبلت على الخطوة بس أنا عملت أول ما جبنا الأجهزة، أول واحد قاعد على جهاز جرب في نفسي يا جماعة البنتا كاما والكورنال توموجرافي، شفته وعرفت إن السمك عندي قليل، فما مش مناسب لإجراء العملية. والله كانت دقايق بسيطة لكن احنا استفدنا من وجود حضرتك معانا في البودكاست في العيادة، وسعداء جدا بالحلقة دي، ويعني نتمنى ان الناس تبقى بتنتفع بالكلام اللي احنا قلناه النهاردة، وان شاء الله نقابلك في حلقات جاية كتير في البودكاست بتاعنا. اهلا وسهلا بيكم والف شكر. انا دايما تحت يعني امر مريض العيون، ربنا يخلي حضرتك، وخاصة الناس اللي هي لو واحد يعني ظروفه ما تسمحش او كده انا تحت امرك. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور، مسير وقتك، ولو جه عن طريقه برضه يا ريت الخدمه دي ممكن اكيد تكون اكيد ان شاء الله. مسير حضرتك وشكرا لوقتك جدا. الله يكرمك. كنا النهارده مع دكتور عبد الرحمن السباعي في اول حلقات في العياده بودكاست، وان شاء الله تتابعونا في الحلقات الجايه كتير. عندنا دكاتره كتير في مجالات مختلفه هنتكلم في مواضيع كتير، والمواضيع دي اكيد هتهمكم. ولو حد عنده اي استفسار او ترشيح لدكتور ممكن نستضيفه، احنا هنكون مرحبين جدا. اشوفكم الحلقه الجايه.